الراجل عمل نفسه ايده مصابة عشان يقتل الملياردير، واول ما جه يضرب مهاجم تاني مسك بندقية القنص، وفي لحظة طلقة اصابت الملياردير في صدره. الحراس شافوا الموقف بس كان فات الاوان، الجنازة اتقلبت فوق. جاك لف بسرعة ولقى المهاجم عشان الفلوس، بدأ المطاردة فورا، وصل لمكان ضرب مثالي وضغط على الزناد من غير تردد. المهاجم اضطر يختفي ورا ساق. جاك هجم قدام وهو بيضرب من غير ما يوقف. المهاجم كان مستخبي ومش قادر يطلع راسه. فجأة الشرطة وصل والمهاجم فهم انه محاصر فسلم نفسه، لكن الغريب انه ما كانش خايف، بالعكس بص لجاك بابتسامة مستفزة. جاك حس ان في حاجة غلط فاتبع عربية الشرطة، وفعلا المهاجم بدأ يتحرك، كسر ابهامه عشان يفك الكلبشات والظابطين ما خدوش بالهم. عربية الشرطة دخلت تتقاطع، المهاجم كسر الازاز، مد ايده وضرب السواق لحد ما فقد وعيه. العربية خرجت عن السيطرة واتقلبت. المهاجم خرج وجه البندقية على باقي الظباط وبعدين جري. لما جاك وصل المهاجم كان اختفى. جاك فهم انه هرب من المدينة فتنكر كسواق تاكسي. بعد شوية ركب معاه زبون وطلع زي ما كان متوقع. المهاجم نفسه اول ما قعد حس ان في حاجة غلط، وفي نفس اللحظة الاتنين وجهوا اسلحتهم لبعض.